السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا تشانل. إن شاء الله بإذن الله تعالى في الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل مع بعض بتنجان وهنحمره من خلال القلاية الهوائية النوتري كوك بكمية زيت قليلة جدا جدا مقارنة بكمية الزيت اللي بنستخدمها في حالة قلي البتنجان في الطاسة العادية. بس كالعادة في بداية الفيديو هطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. ده شكل البتنجان، حطيناه في قلاية نوتري كوك، وكان في سلسلة فيديوهات كبيرة للقلاية ممكن تشوفوها ان شاء الله في القناة عندنا، وهسيب لكم لينكات ان شاء الله تحت. كل اللي احنا عملناه ان احنا فتحنا الصينيه وحطينا فيها البتنجان ويا دوبك بس غطيناه كده بطبقه بسيطه جدا من الزيت بالازازه البخاخ اللي حضراتكم شايفينها ديت، حاجه بسيطه بس عشان البتنجان ما يتلسعش. وزي ما حضراتكم شايفين كده من خلال الفيديو فتحت القلايه وبدات بعد كده ان انا ادوس على زرار الستارت وابدا اشوف انا حابب اختار انهي اختيار من الاختيارات. ظبطت المؤقت على 10 دقايق ودرجه الحراره على 200، وهبدا ادوس على زرار ستارت. ممكن كمان اقلل او ازود التايم على حسب ما انا شايف، فهنظبط التايم كده على مثلا 15 دقيقه. وكل شويه نفتح، كل 5 دقايق ممكن نفتح ونبص بصه كده ونشوف الباذنجان هيكون استوى ولا لا. هندوس ستارت وندوس على زرار اللمبه علشان نشوف الاضاءه جوه عامله ازاي. طبعا قلايه نوتري كوك من افضل القلايات اللي اتعاملنا معاها. احنا كنا عملنا سلسله فيديوهات على قلايه تيفال اكتفراي، فهتلاقوا برضو فيديوهاتها موجوده ان شاء الله عندنا على القناه. والقلايه دي فيها مميزات كتيره جدا جدا ذكرناها في فيديوهات قبل كده وعملنا عليها كذا فيديو للاستخدام بتاعها. بس استنينا هو بعد ما عدى الوقت ما عادش فاضل غير دقيقه واحده، وبعد كده القلايه هتبدا ان هي تعمل صوت. وممكن على فكرة في أي وقت نفتح نطلع مثلا المحتوى اللي جوه، لو عايزين مثلا نقلبه أو نغير فيه الدرج من فوق لتحت، نقدر نعمل كده. ومجرد ما بنقفل الباب القلاية بتكمل شغل عادي جدا. آخر دقيقة خلاص عملت اند وعملت صوت كده صفارة إن هي خلصت. نفتح كده ونشوف مع بعض البتنجان. عملنا زرار سويتش اوف عشان نوقف العملية، ونفتح كده اوري لحضراتكم البتنجان استوى ولا لا. طبعا هو ممكن على حسب ما احنا حابين بقى درجة السوا، هو بيكون استوى بعد 10 دقايق. بس لو احنا عايزينه يبقى متحمر اكتر، او لو كانت طبقة البتنجان نفسها سميكة، فهيبقى محتاج وقت اطول. وكل شوية مثلا كل 5 دقايق بنطلع ان احنا نقلبه ونبدأ نرجعه تاني. شايفين حضراتكم شكل البتنجان عامل ازاي؟ ما شاء الله استوى كله، وكمان بدأ يتحمر كده من فوق. لو اديته كمان دقيقة او دقيقتين ممكن يتحمر اكتر من كده، بس انا شايفه ان هو كده تمام التمام استوى ممتاز. ونقدر لو احنا عاملين له دقة مثلا ولا حاجة فلفل بتوم يبدأ يتحط وينزل عليها، هيكون اكتر من ممتاز. على حسب درجة التحمير اللي انتوا بتحبوها تقدروا تشوفوا بقى الوقت، تزودوا الوقت اكتر من كده. لو كده تمام. وخلي بالكم يا جماعه ده معمول برشه زيت بسيطه جدا، رشه زيت بسيطه من الازازه البخاخه، كميه لا تذكر، يعني لا تذكر من الزيت. طبعا احسن كتير من ان احنا نحمر البتنجان في طاسه مليانه زيت، وطبعا الكوليسترول يعني هيتأثر كتير جدا بسبب موضوع الزيت. فالقلاية دي بجد من الحاجات الممتازة اللي خلتنا نخف ونقلل كتير جدا من استخدام الزيت. الازازة البخاخ دي تقريبا هتلاقوها في كل الفيديوهات، يعني الازازة دي مثلا بقالها فترة كبيرة جدا جدا موجودة، ما بت يعني ما بتخلصش، لان يا دوبك انت بترش بس رشه بخاخ كده رذاذ على الحاجه عشان بس ما تتلسعش وتتحرق. بص طبعا البتنجانه اتحمرت واستوت بقت زبده يعني. ما شاء الله حاجه جميله جدا. بس ده كده تجربتنا النهارده للقلايه بتاعتنا، قلايه النوتري كوك، مع تسويه البتنجان، شرايح البتنجان فيها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. وكالعاده في نهايه كل فيديو هطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.